السلام عليكم الدراري الدريات متابعي قناة لترا أفريقيا مغرب. صراحة أنا وهبي ما كنتش ثايق فيه البارح كاع، ولكن قررنا نظرية جديدة. خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. كون دخلنا البارح ودافعنا ضد السامبا بالطريقة الكلاسيكية ديال الركراكي، والله أعلم كون كلهونا. البارح شفنا شجاعة تكتيكية خلاتنا واقفين ندا لند ضد البرازيل. ولكن واش الماتش داز مثالي؟ بزاف ديال التفاصيل البارح خطيرة وخاصنا نهضروا عليها، خصوصا واحد البلان داروه بونو وعيسى ديوب، وقضية سفيان الرحيمي. راه بالراعي وركز معايا مزيان. اول حاجه خاصنا نعطيو الوهبي حقه. الخطه البارح تفاجئنا بها كاملين، ومن بين المفاتيح الكبار ديال هذا الماتش تبارك الله هو بوعدي. هذا الدري البارح كان كيدور بالماتش كيف بغا، تحركات، قراءة للملعب، وربط خط الوسط بالهجوم بطريقه خلات البرازيل يضربوا ليها الحساب. بوعدي البارح اكد انه مستقبل كبير للمنتخب. ولكن بلاتي اجي دابا نعصرو تكتيكيا على اللقطه ديال الماتش، اللقطه اللي خلات البرازيليين يدوروا عينيهم. المواقع التكتيكيه العالميه البارح كامله كتهضر على لقطه الهدف. ابراهيم دياز هذا الدري راه ماشي غير لاعب، هذاك مهندس في التيران. شوفوا معايا كيفاش حل الديفونس ديال البرازيل بلمسه وحده، فيزيون خياليه، وعطى الباس مسطر بالليزر في ظهر المدافعين. دياز البارح بين لي علاش كيلعب في التوب ليفل، كيمتص الضغط وكيقرا التحرك ديال صحابو قبل ما توصلوا الكره. ومين جا الباس جا عند الدبابه اسماعيل السيباري البارح ما كدبش الخبر، تحرك في التيمينغ، حط كره وفين شاها بطريقه ديال المهاجمين الكبار. وورلد كلاس فينيش. هذا الهدف راه ماشي غير ماركينا بي، هذا الهدف هو العصير ديال بصح اللي كيبين بلي خط الهجوم والوسط ديالنا ملي كيكون فيه دياز والسيباري في انسجام، راه اي دفاع في العالم يقدر يتفرقع في ثانيه. هاد الكومبيناسيون بين دياز والسيباري هي اللي خلات الموقع التحليل البارح تقول بلي المغرب ولا عنده اسلحه فتاكه في الهجوم السريع، وما بقيناش جاك المنتخب اللي كيتسنى غير تعادل او ضربه ثابته. وطبعا ما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد.